ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ مطرح من ثانوي اسيستنت. نخش في الموضوع على طول. كنت قاعد بتكلم مع واحد صاحبي، فاهم؟ انا ليا عاده بفتح كده وورد وكاتب رقم واحد نقطه، واقوم كاتب فكره فيديو، انتر. اتنين نقطه واكتب فكره فيديو. تلاتة، لا معلش، انتر. تلاتة نقطه واكتب كلمه فيديو، اكتب فكره فيديو. فاهمني؟ وكذلك كذلك كذلك بقى. صدفة باكلم واحد صاحبي كول، فاهم؟ وانا في الكول كده ايه بعمل الحوار ده، فاهم؟ ببص على الكومنتات، بفكر شوية، ابص على الحاجات اللي انا كاتبها، اطلع ايه افكار. مش تقريسة، افكر مثلا في الحاجات اللي كانت بتحصل لي زمان، اطلع افكار. فصاحبي هو بيكلمني، بقول لك ايه يا اسطى، صحيح ما عندكش فكرة عايز تتكلم عنها؟ قال لي الصحاب يا اسطى. قلت له مالهم؟ قال لي مصيبة. اقسم بالله حتى تلاقيني انا كاتبها كده، الصحاب مصيبة، فاهم؟ ما علينا، بعيدا عن المقدمة اللي مش طويلة ديت. تعالوا اكلمكم يعني عن الموضوع دوت. حوار الصحاب دوت يا يرفعك قوي يا يقللك قوي، يعرف يعمل الاتنين. تمام يا ريسا. يقللك ازاي ويرفعني ازاي يا عبد الرحمن؟ يقللك ازاي ان انت تتأثر بيهم. هم اصل الصحاب ايه؟ صدقني يا ابني، في الحياة اصلا عموما الصحاب دول اكتر حاجة بتأثر فيك وبتأثر فيهم. خلصني خلاص يعني. فالمهم ايه، لا، صاحبي دوت بيقول لي لما هو قال لي ان هي مصيبه، قلت له ليه؟ قال لي عشان انا كنت باخد عربي تقريبا. ف فانا مدرس العربي بتاعنا سابنا. فانا رحت لمدرس عربي تاني مع اصحابي، ودول وفضلوا يقولوا لي ها ايه رايك ومش عارف ايه. فهو طبعا احرج يعني، هو مش عارف يعمل ايه. فاصحابه قالوا له تعالى معانا، فهو راح. المدرس كحيان مش فاهم منه اي حاجه صاحبي. فاصحابه بقى بيقولوا له ها ايه رايك، مش قلت لك يا ابني جامد؟ وهو جامد. فاهمني؟ فاهم يعني؟ اللي هو مش عارف يقول ايه، هو احرج يعني ومش عارف ايه وكده يعني. المهم انت يا استاذي، فانت بعيدا بقى عن حته المدرسين عموما، اصلا انت كل اصلا ما تضغط اكتر وكل ما تتوتر اكتر، كل ما تبدا تاخد قرارات طايشه، وهي دي بقى الحاجات اللي بتقللك. فاهمني يا رياسة؟ يعني صدقني الناس المجموع بيبقى عالي في اخر ثانويه عامه، مع اني ما بحبش اتكلم عن الدرجات والحاجات اللي ملهاش تلاته لازمه دي، بس يلا. فاهم؟ الناس اللي عايزه تجيب درجات عاليه قوي، يعني بتلاقيهم ما غلطوش في الفتره دي، يعني في فتره توتر كده. تمام؟ فبتبدا تاخد قرارات. ركز مع نفسك، انت هتلاقي نفسك بتاخد قرارات. القرارات دي هي اللي بتفرق معاك. فاهمني؟ تمام. فانت ايه، فجاه كده عايز تراجع عربي، ادي قرار اهو، هتاخده. هتلاقي بقى اصحابك بيأثروا عليك. خد بالك المدرس ده ملوش فيها، المدرس ده فاجر، بقول لك ايه تعالى معانا. وانت بقى طبعا ايه، طبعا هروح بقى مع اصحابي عشان هم نقعد نهزر وهتبقى امتع، ومش هروح لوحدي الدرس ومش عارف ايه كل الحاجات دي. اظن ان انت ايه فهمت النقطة. مش لازم نحرق فيها كتير، ان الصحاب بيأثروا فيك جامد، وان انت بيبقى عندك اهداف عايز تاخدها، وان انت عشان التوتر والضغوطات واصلا الفترة دي مزنوقة، عدد القرارات بيزيد سبحان الله. عدد التوتر برضو او نسبة التوتر برضو بتزيد. فسبحان الله القرارات بتبقى زي الزفت. فسبحان الله صحابك بيأثروا عليك برضو. فانت ايه، حاول حتة عامل تأثير الصحاب عليك بقى سلبيا دوت، يعني ايه تكنسله. فاهمني؟ وبرضه ما تقعدش تصدق اي حد يقول لك ايه ده المدرسين دول وحشين، ايه ده المدرسين دول فاجرين. فاهم؟ ده عموما بقى. يعني انا عارف لو على النت ممكن البعض مش بيأثر فيك الكلام اللي على النت، بس اصحابك بقى ممكن يكونوا بيأثروا فيك بنسبة كبيرة قوي. فانت ايه برضه ما تعتمدش يعني. خلاص يا ريسة، تمام يا ريس. انت يعني انا اعرف ناس ناجحة كانت بتاخد مع مدرس، الناس كلها بتقول له ايه يا عم المدرس اللي انت بتاخد معاه ده، وهو في الاخر ايه نجح والدنيا حلوه قوي قشطه يعني. فالمهم ده كده العامل الاولاني اللي ممكن يقللك. ايه بقى العامل اللي ممكن يزودك من ناحيه الصحاب؟ والله الموضوع ده يعني جامد، مفعوله جامد قوي، ان انت تبقى ملموم حواليك ناس دحيحة او ناس صحاب، ناس محترمة. يعني انا عندي في الموضوع ده في الجامعة بصراحة، يعني كلنا جبنا درجات فجر. فاهمني؟ يعني فاللي هو يعني انا ما كنتش شاكك ان في واحد فيهم اصلا مش هيجيب درجة فجر، لان كلنا بنبص على نفس المصادر، لو في اي حاجة بنبعتها لبعض، مش عارفة ايه، بنذاكر مع بعض، بنشجع بعض، بنتابع بعض. ما بقولش تعمل كده في ثانويه عامه، لان انا عارف ان دوت هيبقى صعب في ثانويه عامه، واصلا الفتره طويله. يعني انا عندي ترم وميد ترم واجازه وحوارات زي زمان، لكن انت دلوقتي بتاخد الشهور كلها كده وتخش تمتحن مره واحده. بس انا بكلمك في ان انت يبقى حواليك ناس، دي بتفرق قوي. طب انا عبد الرحمن مش حواليا ناس، مفيش مشكله يعني. انا ما تقولش ايه ده يعني انا اقول لك على حاجه، كون ان انت ما عندكش ناس حواليك فدي ميزه برضو. فانت يبقى عندك دي يا دي، يا عندك ملموم حوالين ناس كويسه، مش ملموم حوالين ناس اصلا. فاهمني؟ والاتنين كويسين.
بس يا رياس عشان ما اطولش عليك، فاهم، في كونسبت بسيط زي دوت اللي هو الصحاب، اللي هو ممكن يعلوك او ممكن يقللوك، فاهم. بديك مراجعه سريعه بقى، انا عارف انت بتنسى كتير، حتى في دي بتنسى. مش فاهم في ايه النكته الوحشه دي. المهم يا رجاله، بجد ما بهزرش، الصحاب حتى في الحياه عموما في ثانويه عامه بس. خدوا بالكم من الموضوع دوت. كان معاكم عمر احمد ثانويه اسيستنت، افضل يوتيوبر في العالم وافضل حد بيتكلم عن ثانويه عامه على الموقع دوت. وبس كده، الله رجاله وسلام. حد بقى يخش يكتب في الكومنتات بقى ان انت مغرور، يا عم بهزر يا عم، يعني واضح ان انا بهزر اكتر من كده ايه. ما علينا، باي باي.